اهلا بكم. امبارح اتكلمنا عن المحاربي اللي كان بينصح نصيحة صادقة خالصة لمين؟ للحجاج، يعني مش اي حد. خلونا بقى نحكي قصة جديدة برضو ليها علاقة بالشعراء وعلاقتهم بالبلاط وعلاقتهم بالملك والكلام ده، ولكن بوجهة نظر تانية يعني. ونتكلم النهاردة عن واحد من اشهر الشعراء العرب بشكل يعني يمكن قاطبة. يمكن لو سألنا أي حد في الشارع وقلنا له قول لنا اسم شاعر مشهور عربي قديم، فمش هيجي في دماغ حد اسم زي المتنبي أو قبل المتنبي. والمتنبي يعني ارتحل ارتحالات كثيرة. كان في العراق وادعى النبوة في العراق في بداية أمره، فطرد منها وهرب منها إلى سوريا إلى حلب، وهناك مكث أغلب وقته وهناك زاع صيته، وتقرب جدا لوالي أو لحاكم حلب كان ساعتها اسمه ومؤسس الدولة كمان الحلبية اللي هو سيف الدولة الحمداني. ونشأت ما بينهم علاقة إلى أنه وصلت أن كان المتنبي يكتب في مديح سيف الدولة 3 قصائد سنويا، وكان بيديله عليها يعني سيف الدولة كمكافأة 3000 دينار. 3000 دينار. دينار مش درهم، يعني دينار ذهب. دينار ذهب ده اللي هو يساوي دلوقتي تقريبا بحسبتنا كده جنيه ذهب، 3 وشوية أو 4 وشوية جرام ذهب يعني. فأنت متخيلين بقى 3000 دينار ذهب في العام في الوقت ده كانوا بيبقوا عاملين ازاي. وطبعا كالعادة في دواوين الملك بيبقى في صراعات داخلية، رجال حول الأمير، مين بيحاول يتقرب أكتر. فكان من ضمن الناس اللي مش طايقين يعني المتنبي كان أبو فراس الحمداني. أبو فراس الحمداني شاعر برضو مشهور جدا، وهو كمان ابن عم سيف الدولة، فكان يعني مخنوق من المتنبي وقربه من بلاط الملك بشكل أو بآخر وتودد الملك إليه. فراح بقى إيه يعني، أبو فراس راح يكلم سيف الدولة يعني، فبيقول له إنك لا تجزل العطاء للمتنبي وتمنحه 3000 دنانير ويكتب 3 قصائد فقط. يعني الراجل بيكتب بس 3 قصائد في اليوم وبتديله 3000 دنانير. والله إنك تجلب إلى ديوانك 20 شاعرا فيأتوك بأحسن من شعره وتمنحهم جميعا 200 دينار. يعني ده انت كرمه على الاخر. ده انت لو تجيب 20 شاعر وتدي لكل واحد فيهم 10 دنانير هيغرقوك قصايد واحسن من شعر. فاول ما المتنبي سمع ان في اسفين بيتضرب فيه، فقام واخد بعضه وقام جرى وراح المجلس. وكان برضو في نفس المجلس ابو فراس ما لسه موجود معه، فراح بقى عشان يقول له طب تعالى، ده انا كتبت لك ابيات شعر، تعالى اسمع وشوف قارن ما بين ده وما بين ده. فقال قصيدة مدح طويلة جدا ومشهورة، واللي فيها بيت الشعر المشهور اللي اتشهر بعد كده واللي بسببه احنا بنتكلم النهارده او بنحكي القصة. فيقول المتنبي في مديح سيف الدولة الحمداني: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. شبم يعني بارد، فبيقول وحر قلباه يعني أنا قلبي حر من الحب. وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. مالي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. يعني ده اللي أنا بقوله ده عن حب، مش بقول كده، مش بجاملك عشان أخد الفلوس والناس التانية بتجري عليك علشان تقول، وانا لما بقول يعني بتقف عليا. ان كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم. يعني لا، تعالوا بقى نقول ده انا الفلوس اللي باخدها دي مش باخدها علشان انا بجامله ولا عشان بكتب كويس، ده انا باخدها عشان انا بحبه بحب. فان كنا نقتسم الحب فقيسوا حبنا او وزنوا الحب، هتلاقوني انا بحبه يعني اكتر من اي حد تاني، وبالتالي انا استاهل انا باخده ده. وان كان يجمعنا حب لغرته
فليت أنا بقدر الحب نقتسم، قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف الدم، فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. يا سلام يا سلام، تطبيل عالي، ده تطبيل عالي. بيقول ده أنا يعني أنا زرته في وقت الحرب والسلم، فلقيته ده أحسن الناس يعني، وأحسن خلق الله، وأحسن ما فيه شيمه وخلقه. فأبو فراس قاعد وبيسمع وشايف سيف الدولة بدأ يتقرب، فيعني إيه، فقام جاء قال له ما قالكش جديد، وإن الأبيات دي قديمة أو قيلت في قبلك، أو هو نفسه قالها في قبلك. فبدأ يسخنوا عليه. وكان جاي المتنبي المجلس بورقة، كتب الأبيات دي في ورقة بقى، وجاي يقول القصيدة دي. فهو بيحكي لما لقى أبو فراس عمال يزن عليه، فقال لك بس كده، قام مسك الورقة إيه، رماها وبدأ يرتجل: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. وده بيت الشعر اللي شهر جدا، وهو ده اللي يعني اللي تقال عنه، ولا تقال بقى في الحب والمحبين وإلى كل شيء. فالمتنبي لما غضب ورمى الورقة بدأ بقى يرتجل: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا ملء الجفون عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. هنا انتقل بقى المتنبي من هو كان بيمدح في الأول في سيف الدولة، فبدأ يمدح في نفسه بقى، يعني برضو إيه، صعبت عليه نفسه كده ان هو بيتهزق وبيتبهدل وبيتقال عليه ان هو شاعر بيجيب لمامة وبيجيب أفكار قديمة. فبدأ يمدح في نفسه: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. بعد كده بدأ بقى إيه، يعني يفتخر بنفسه: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. دي من ضمن الأبيات أو من أشهر أبيات المتنبي يعني، ويقال أنها الأبيات التي كانت سببا في وفاته. وقعد بقى إيه يكمل مدح في نفسه. فغضب سيف الدولة ان هو لقى ان المتنبي يعني قلبت معاه: انت جاي هنا تطبل لي انا، ما تطبلش لنفسك يعني. فحمل سيف الدولة محبرته، يعني كان معاه المحبرة اللي بيكتب بيها، وألقاها على المتنبي، فجرحه وسال الدم من جبينه. فالمتنبي بقى لم يسكت، وقام جاي رجع تاني يحاول يلم الدور. فقال: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. وكمل في مدح سيف الدولة، حتى يعني سيف الدولة حس بخطأ وبظلمه، فنزل وباس راس، نزل من على كرسيه، ونزل باس راس المتنبي. والقصة دي يعني فيها بيتين من أشهر أبيات الشعر: بيت الشعر الذي فيه تفاخر، يعني ليس كمثله تفاخر: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. وفيها البيت الثاني الرق والود والحب، وهو ده البيت اللي بسببه يعني بحكي القصة النهاردة: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. سلام.